منطقة درب سعادة. المحلات كلها الأجهزة الكهربائية والأدوات المطبخ موجودة على الناحيتين موجودة. دي محلات درب سعادة. أدوات مطبخ العروسة كلها موجودة. مدارس مسجد سامبو أغا. المحلات كلها موجودة فيها رفايع المطبخ اللي جاي من عند شارع بورسعيد واللي جاي من حرازة من ناحية حرازة ورا مديرية أمن القاهرة. محلات كلها فيها كل حاجة موجودة. أي عروسة عاوز تيجي تجهز نفسها هتلاقي كل حاجة موجودة ومتاحة هنا. كل دي منطقة درب سعادة. سلام ورحمة الله وبركاته. حاجات الستانلس موجودة والحلل متاحة اهي والصيني والملامين والسيراميك الشوك والسكاكين والمعالق الستانلس كله موجود ومتاح معانا. منطقة درب سعادة كلها. ده كده لو انا عاوز اطلع ناحية شارع بورسعيد والمسكي والعتبة تبقى الناحية دي من هنا كده وانا ماشي كده على شارع بورسعيد اهو كده وانا طالع على شارع الازهر. كوبري الازهر قدامي فوق اهو. الستانلس والصيني وادوات المطبخ الصواني الملامين اهي. بلاستيكات الشوك والمعالق والسكاكين الباسكت بتاع العروسة الصواني. كل حاجة موجودة اهي عشان لو حد محتاج أي حاجة هنا الأماكن دي موجود فيها كل حاجة. أي حاجة تخص البيت تخص العروسة تلاقيها موجودة هنا. البلاستيكات منبع البلاستيكات هنا مكان البلاستيكات كلها موجودة. درجة الحرارة كرجة وناس طالعة وانا ايه بالظبط بتاع المطبخ. كوبايات تحجز تخبي لزبتة ألمانيا بلاستيكات قماش كل حاجة صيني. بتتكلم ازاي يا كبير؟ ده احنا زبنا شرف في بالك. بقول لك نزلنا شرف يا كبير. كل ادوات المطبخ والعروسه موجوده هنا. مشمعات بلاستيكات كراسي كل حاجه البيت موجوده ومتاحه معانا. كراسي برضو عايز كراسي برضو اهي. كراسي خرزان ترابيزات قماش. هنا طبعا ده شارع الازهر وهنا كده هنا ده كده القماش كله بتاع القماش موجودين. وانا فاروق ان شاء الله في شغل. ده هنا برضو لو انا داخل على القماش احمد باشا الستاير مش عارف هو مش عارف لو في رسمه اي حاجه تحتاجوها هتلاقوها في المكان ده. نطلع من شارع الازهر ادي انا كده وصلت لشارع الازهر. ده بيطلع على شارع بورسعيد جاي من شارع بورسعيد وجاي من العتبه واللي رايح ناحيه الحسين والازهر والدراسه موجود هو كده في الاتجاه ده كده اهو. ادي انا بعدت من بعيد الزحمه عن المكان المره اللي فاتت اللي كان حد زعلان قوي ان المكان زحمه. ادي المكان اهو زي ما انتم شايفين اهو. كباري فوق شغاله. اللي تحت دي على فكره المسار اللي تحت ده بيبقى اللي هم استعمال الناس اللي بتستعمل الحاجات القماش والحاجات اللي بتاخد من السوق من هنا. انما فوق كباري شغاله هي دي اللي بتنقل الناس سواء كانت سياح او اي ناس حد نازل من شارع الازهر او جاي من العتبه او جاي من
ناحيه وسط البلد ورايح ناحيه الازهر والحسين والدراسه، بيدخل من فوق الكوبري وينزل على شارع الازهر على طول. انما اللي تحت ده بيبقى اتجاه تاني خالص للناس، للشغل بتاع الناس اللي هم بيبقوا شغالين التحميل وتوصيل طلبات للناس اللي موجودين. ده كده شارع الازهر معايا اهو زي ما انا قلت لكم. تمام، نكمل كده لغايه شارع الازهر، لغايه اخر شارع نوصل لغايه الغوريه. تمام، بعد كده بيكمل لغايه مستشفى الحسين الجامعي والجامع الازهر ومسجد الحسين، والطريق شغال فوق اهو رايح وجاي، جميع الاتجاهات شغاله. ادي اهو قماش وستاير وتنجيد بطاطين، كل حاجة موجودة ومتاحة في الأماكن دي يا جماعة. أي حاجة تحتاجوها هتلاقوها موجودة هنا. محلات رمسيس يوسف عطية اهي موجودة. الناحية التانية البطاطين والمنسوجات والمفروشات وأجهزة العروسة كلها موجودة ومتاحة، فكل حاجة موجودة، كل حاجة موجودة. ادي اهي. لسه كمان احنا شويه هنخش على شهر رمضان، هنلاقي ان الحاجات المنطقه دي ناحيه الحسين والازهر والغوريه والمغربلين ودرب سعاده والمسكي، كل الحتت دي هجيبها لكم، وهجيب لكم الخياميه اللي بيبقى فيها كمان القماش والحاجات التطريز اليدوي والحاجات الشغل بتاع رمضان والفوانيس، وهجيب لكم شغل الفوانيس ان شاء الله في رمضان برضو. يعني الشهر الجاي ان شاء الله الناس هتبتدي تنزل الحاجات دي، وهجيبها لكم لحظه بلحظه. انا صورت لكم الشارع وهو فاضي من غير ما يكون فيه اللي هو تحت الربع، من غير ما يكون فيه الشغل بتاع رمضان، بس هجيب لكم بقى بالزحمه بتاعه رمضان. هتشوفوا الاجواء بتاعه رمضان عامله ازاي، والمنطقه هنا عامله ازاي، وجمالها وروعتها، وكل حاجه لحظه بلحظه. كل حدث بيحصل في الشارع هتلاقوه موجود معانا. الاتجاهات كلها عارفينها، وان شاء الله برضو لو في اي حد حابب يسأل عن مكان موجود معين برضو هنقدر نفيده. لو اي حد محتاج يسأل عن اي حاجة موجودة في المكان ده هنقول له يقدر يروح فين. ايه دي؟ ادي انا ماشي اهو، ادي بص اهو تحت كوبري الازهر العلوي اللي هو ده جاي من ميدان من وسط حسن، جاي من ناحيه وسط ميدان العتبه وطالع الكوبري او نازل نفق الازهر، وجاي من نفق الازهر هينزل تحت هنا تحتينا على فكره نفق الازهر. واللي جاي فوق ده اللي جاي من وسط البلد، جاي من عند شارع فؤاد او جاي من طلعت حرب او جاي من ناحيه التحرير، بينزل النفق. او لو هو حاب يطلع الكوبري هيطلع من الكوبري وينزل اهو الكوبري اهو، هينزله عند الحسين او الازهر، ويكمل بعد كده. لو هو حابب يروح الازهر هيروح، حابب يروح الحسين يروح، حابب يكمل على الدراسه هيكمل، هيلاقي كل اتجاهاته شغاله مفيش اي مشكله فيها. وادي يوم الجمعه اللي هو المفروض بتبقى الدنيا زحمه فيه، لا الدنيا ماشيه، ويعني مش زحمه للدرجه اللي هي. الطريق فوق ماشي تمام. ادي لحظه بلحظه اهو الشارع معانا اهو، ادي انا ماشي اهو، كل حاجه جايبها لكم لحظه بلحظه. انا كده جاي من ناحيه المسكي ودخلت من شارع درب سعاده وجبت لكم درب سعاده، وجبت لكم نادي شارع الازهر اللي هو ناحيه اتجاه الازهر، وبعدنا عن مكان المسكي والزحمه.
كده انا رايح في طريقي على الحسين والازهر. فان شاء الله ادي الجامع الازهر قدامي على اليمين اهو. الفيديو اللي جاي ان شاء الله هكمل لكم بقيه الاماكن اللي موجوده. هنخش بعد كده على الغوريه ونشوف جمال الغوريه والحاجه اللي موجوده فيها. فخليكم معايا، تابعوني في الفيديو اللي جاي عشان نكمل بعد كده ندخل الغوريه. يلا شكرا لكم، تابعوني في الفيديو اللي جاي. استاذنكم تعملوا لايك واشتراك للقناه عشان الناس اللي مش مشتركه تعمل اشتراك عشان يوصل لكم كل حاجه موجوده في درب سعاده او الغوريه او الموسكي، كله متاح وموجود معانا. يلا شكرا لكم، تابعوني، شكرا.